اعمل ايه لو جه قدامي موضوع جديد. ايه ده، احنا فين؟ استنى سيبكوا عشان تهت. هنا اهو. لو جه، سيبك من يجي دي. لو جه قدامي موضوع جديد انا ما استخدمتوش قبل كده، طب ايه الخطوات؟ يعني ايه اللي انا ارشحه ليك تعمله؟ سواء كنت هتستخدم باكج جديده، في توبك جديد، في كونسبت اصلا جديد انت ما سمعتش عنه، في اركتكتشر جديده. بص، لو باكج، ادخل اقرا في الدوكيومنتيشن. اول حاجه خد فكره من الدوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن رخمه وانا مش عارف ومش قادر ومش فاهم قوي الانجليش، مش قوي عندي، اعمل ايه؟ اقرا برضه، خد لك قراءه حتى لو مبدئيه. طيب ما فهمتش، ابحث عن جوجل، وادخل على جوجل وشوف اكتر من مثال واكتر من حد بيشرحه. ما فهمتش، ادخل على اليوتيوب، هتلاقي ناس شرحها، اسمعها منهم. لو بتفهم انجليزي اسمع انجليزي. بقى عندنا برضو في الفتره الاخيره كونتنت عربي كويس جدا، اسمع من العربي لغايه ما دماغك كده تلم عن الموضوع او تفهم عن الموضوع. بعد كل ده انا ما عرفتش اعمل ايه؟ هقول لك بقى على التركايه. روح لشات جي بي تي، مش تركايه قوي يعني في ناس كتير بتعملها. روح لشات جي بي تي قول له انا مش فاهم الجزئيه دي، اشرحها لي. هيشرحها لك بطريقه. ما فهمتش حاجه برضو، ابدا اتحاور معاه، قول له انا مش فاهم كذا، طب اعمل ايه؟ طب ليه دي كده؟ ليه كده؟ طب ايه فايده الحته دي؟ ايا كان بقى، اركتكتشر، باكج جديده، آه مقابلك ايرور مثلا. فهو البحث، ولازم تنمي عندك الحته دي. وما ينفعش اول حاجه تبدا بيها هي شات جي بي تي، ما ينفعش اول حاجه تبدا بيها هي شات جي بي تي، ما ينفعش اول حاجه تبدا بيها هي شات جي بي تي. لو انت بادئ الكارير بتاعك كده، خلاص انت هتبقى شغال عند شات جي بي تي. كل ما تروح الشركه تقول لهم انا عاوز اعمل، يقول لك عاوزينك تعمل كذا، تقوم انت داخل شات جي بي تي تقول له اعمل لي كذا. هيقوم مطلع لك حاجه، هتاخدها تجربها، ما اشتغلتش ترجع له تاني. هتبقى مش ديفلوبر اصلا، وهتبقى مش فليكسبل في حل المشاكل. واحيانا شات جي بي تي هيألف. يعني انت جرب كده، ادخل لشات جي بي تي وقول له مثلا اعمل لي اكزامبل عن الباكج الفلانيه في فلاتر، وحط اسم باكج مش موجود. هتلاقيه مشى وكمل وعمل كل حاجه عادي. يعني احيانا ما بعرفش يقول لا، ما اعرفش، ما عنديش معلومه، فاهم؟ فلازم تبقى فاهم عشان حتى لما تاخد منه المعلومه تقدر تعدل عليها. وخلي بالك بقت بتبان. يعني انا بقيت لما اقرا كود كده معين، شات جي بي تي هو اللي مطلع الحته دي، الراجل ده مش عامل الكود بنفسه. فلو الحته دي اتكررت عندك في الكود بتاعك اكتر من مره، هيتعرف ان انت يعني شغال بشات جي بي تي. هو طبعا مفيش مشكله انك تستخدمه، لكن تعرف تعدل عليه، تعرف تبقى فاهم ايه اللي هو كاتبه. عشان تخيل انت ضفت مثلا سيناريو، قلت له اعمل لي السيناريو الفلاني وهو عمله لك، وهو فلت منه كيس معينه، التستر طلعها لك. عما ترجع تفهمه تاني الكيس دي وتقول له ضيفها لي وسط الكيسز دي، ممكن ما يعرفش يعملها اصلا. فاهمني؟ فهي دي الحته اللي انا بتكلم فيها. لازم تبقى جود سيرش، يعني باحث كويس، بتقدر تبحث كويس عن المعلومه، بتقدر توصل للمعلومه بالشكل الصح وتفهمها صح، لان دي سكيل مهمه جدا. بس هو ده كان كنت حابب اتكلم عنه في الفيديو ده. انا عارف ان ممكن يكون الكلام تحس ان هو متكرر، وانا بعيد وازيد في نفس الحاجات، بس صدقني الحاجات دي مهمه، ودايما انا عاوزها تبقى ثابته في دماغي. يعني عاوزك لما تيجي اول مره تدخل في شات جي بي تي كده صوتي يطلع في دماغك وانا بحذرك بلاش شات جي بي تي في اول حاجه. تقوم رايح مدور الاول وتشوف اكتر من حد على ستاك اوفر فلو عاملها ازاي. تحاول انت تحلها بنفسك الاول طبعا، ده لازم تبقى اول حاجه. فاتمنى تكونوا بتستفادوا، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.